شهد الله فاضل طابت أوقاتكم. من الفضائل الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. سفارة إريتريا في الأمم المتحدة تحتفل بعيد الاستقلال. الإريتريون في أنغولا وأوسلو ولوس أنجلوس يحتفلون بذكرى الاستقلال. وزارة الصحة تدعو الصيادلة لتقديم خدمات جيدة للشعب. قتلى وجرحى بنيران قوات إيرانية في إقليم بلوچستان الباكستاني. مقتل إصابة 10 مدنيين بغارات إسرائيلية على سوريا. الرئيس الصيني يدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظمت السفارة الإريترية في الأمم المتحدة بنيويورك حفلا بمناسبة الذكرى 33 لاستقلال البلاد، وألغى سفير إريتريا في الأمم المتحدة سيدة صوفيا تساماريان كلمة في الحفل الذي حضره نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد وكبار المسؤولين في المنظمة والسفراء وممثلي المنظمات الدولية المدعوين. وذكر وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح لدى مخاطبته الحفل افتراضيا من أسمرة التحديات الكبيرة التي مر بها نضال الشعب الإريتري من أجل الاستغلال والتضحيات المقدمة. وقد انتهت هذه المرحلة بانتصار المناضلين الأبطال في 24 من مايو 1991 وفتح الباب لحق تغيير المصير في استفتاء نظم عام 1993 بمشاركة هامة للأمم المتحدة ليصوت الشعب الإريتري بنعم للاستغلال بنسبة 99.8%، وتكون إريتريا عضوا رسميا في الأمم المتحدة في 28 من مايو في نفس السنة. وأشار إلى الاحتفال بالذكرى 30 لاستفتاء إريتريا العام الماضي، حيث كانت المناسبة تأكيد العلاقة الوطيدة بين إريتريا والمجتمع الدولي، وشكر المشاركين باسم الشعب وحكومة إريتريا. تخلل الحفل برامج ثقافية وتراثية وفعاليات أخرى، حيث شارك في الحفل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الاستفتاء حينها اللبناني سمير صنبر. احتفل الإريتريون المقيمون في أنغولا وأوسلو بالنرويج ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 33 لاستقلال إريتريا، حيث احتفل الإريتريون في مدن لواندا ولوبانغو وبنغيلا وهوامبو وغيرها في أنغولا بأنشطة تبرز وحدتهم ورابطهم القوية بوطنهم. تخللت الاحتفالات فعاليات ثقافية وفنية ورياضية، وتعهد المواطنون بهذه المناسبة لتقوية التأطير وتنشئة أبنائهم بالقيم الوطنية والمساهمة في إنجاح البرامج الوطنية. وتضمن احتفال أوسلو الذي حضره عدد كبير من الشباب فعاليات ثقافية وفنية. وأعرب المشاركون عن استعدادهم لتعزيز عيد استغلال إريتريا بالتنمية. وفي الختام تم توزيع الشهادات على الشباب الخريجين. وفي لوس أنجلوس نظمت الجالية الإريترية احتفالا مماثلا في 26 من مايو على هيئة مهرجان، عكس الاحتفال الذي ركز على الشباب وربطهم ببلدهم وثقافتهم وتاريخهم، الاستثمار الذي تقوم به الجاليات الإريترية في أبنائها. أوضح المشاركون أنهم سيواصلون جهودهم للحفاظ على القيم الوطنية ونقلها إلى الأجيال الشابة. في غضون ذلك تم الاحتفال بعيد الاستقلال في مدينة سان خوسيه وضواحيها بالولايات المتحدة، وكذلك في مدن مختلفة بكندا. دعت وزارة الصحة الصيادلة لتقديم خدمات جيدة للشعب، وذلك بالتقيد بالمرسوم رقم 36 للعام 1993. وأوضح مدير قسم الرقابة الوطنية للأدوية والأغذية السيد ياسو بهتا في مقابلة مع وكالة إيرينا تقديم تنوير لجميع الصيدليات الخاصة في البلاد عامة بداية شهر فبراير الماضي بشأن التحوطات المطلوبة وأضرار بيع الأدوية غير القانونية وإجراءات تصحيحها والمهام العامة للقسم. وقال أن القسم يقوم بإصدار التعليمات المتواصلة للتحقق من جودة وكفاءة وكذا التأثير السلبي للأدوية والمعدات الطبية المنتجة في الداخل والمستوردة، وتقديم الرخص التجارية للمنتجين والمستوردين والموزعين، ومتابعة الرقابة بموجب المرسوم رقم 36 للعام 1993. وأوضح وجود 51 صيدلية يديرها صيادلة و41 فني صيدلة و220 صيدلية ريفية في البلاد، مؤشرا بأن منتهك القانون يوجه إليهم تحذير كتابي وغرامات وإيقاف لمدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، وإلقاء تراخيص العمل في حال تكرار المخالفات. وعن النواقص المتكررة أوضح أنها تشمل قلائل الأسعار وانخفاض الكفاءة وحيازة أدوية لا تسمح بها الرخصة التجارية وتقديم الأدوية دون وصفة طبية. وذكر بأن جميع المضادات الحيوية ومضادات الالتهابات لا تقدم إلا بوصفة طبية،
مضيفا أن المسح الوطني الذي أجري عام 2019 وجد أن 87.6% من الصيدليات تقدم مضادات حيوية دون وصفة طبية، ووجدت مخالفات مماثلة بنسبة 54% في المسح الذي أجري عام 2020 في أسمرة. وكذلك وجدت 40.8% من الصيدليات تقدم المضادات الحصوية دون وصفة طبي عام 2024. ودعا الأسر لتسليم الأدوية المنتهية الصلاحية إلى الصيدليات القريبة لأنها تلوث مصادر المياه والبيئة وتضر بصحة الإنسان والحيوان في حال رميها. أفادت إدارة مديرية لقو عنسبة بأن برامج توسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية حققت نتائج مرضية. أوضح مسؤول متابعة القرى والمشاريع في إدارة المديرية السيد إياس سهيلي توسيع خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب والنقل والاتصالات إلى مستوى القرية، وتم الوصول إلى مستوى إيصال الخدمات لجميع السكان. وأشار إلى إرساء خدمات التعليم الابتدائي في جميع القرى، بينما يتمتع معظم سكانها بإمكانية الوصول إلى خدمات التعليم المتوسط والثانوي عن قرب، مضيفا أنه تم حل مشكلة مياه الشرب في معظم القرى، وتم تمديد خدمات الهاتف المحمول إلى 12 إدارة ضاحية. وقال أن خدمة النقل تغطي جميع إدارات الضواحي. وأشار السكان إلى تخفيف المصاعب بفضل إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية، مؤكدين تعزيز المساهمة لإرساء الخدمات المتبقية وضمان ديمومة المتواجد منها. نظم الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية دورة تدريبية لمدة 3 أشهر ل30 امرأة في عد قيح يعملن في التدريب لإعداد الأغذية المتكاملة للأطفال بهدف تحسين البناء الجسدي والعقلي للأطفال ومكافحة العادات الضارة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في مديرية عد قيح السيدة مسلش لقسي في مراسم التخرج بأن المتدربات قدمنا من ضواحي تخندع ودرعا وهدامو وحينبة وحشملة وعنبور، وسيقومنا بتدريب الأمهات في 21 ضاحية. من جانبها أوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية عد قيح السيد كيروس قبر مريم أهمية التدريب، مشيرا إلى أضرار الأغذية المعلبة ووجوب تغذية الأمهات لأطفالهن بالأغذية التي أعددنها بأنفسهن. هذا وقد عرضت في المناسبة الأغذية التي أعدتها المتدربات. يقوم مكتب القانون والنظام في مدينة قندع بأعمال رقابة للخدمات ومعاقبة المخالفين. أوضح مسؤول المكتب السيد محمد أمان سعيد أن المخالفات الشائعة تشمل رفع الأسعار بشكل غير قانوني للمشروبات الروحية والغازية وخفض أوزان الخبز وزيادة أسعار المواد الاستهلاكية. وقال أن المرافق التجارية المخالفة قرمت من 1000 إلى 5000 نقفة. في غضون ذلك أحرق المكتب مواد منتهية الصلاحية تمثلت في مواد التجميل والأكياس البلاستيكية وغيرها، ودعا المستهلكين لشراء المواد بعد التأكد من تاريخ الصلاحية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار الخارجية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. في الأخبار العالمية، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في باكستان مقتل 4 باكستانيين وإصابة شخصين آخرين بعدما فتحت قوات إيرانية النار قرب الحدود مع إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأكد المسؤول عمر جمالي لوكالة رويترز أن إطلاق النار وقع في منطقة واشوك قرب الحدود الباكستانية الإيرانية. من جانبه قال نعيم عمراني المسؤول عن واشوك أنه يجري فتح تحقيق لتحديد سبب إطلاق النار. ولدى إيران وباكستان تاريخ من العلاقات المتوترة، لكن الضربات الصاروخية في يناير الماضي شكلت أخطر الحوادث منذ سنوات. واستدعت باكستان حينها سفيرها في طهران ولم تسمح لنظيره بالعودة إلى إسلام أباد، فضلا عن إلقاء جميع المحادثات الدبلوماسية والارتباطات التجارية رفيعة المستوى بين البلدين. أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوقوع قارات جوية إسرائيلية على مواقع في بانياس أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين، وذكرت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله أن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا واحدا على الأقل قرب منطقة الفرقلس في ريف حمص الشرقي، مما أدى لتصاعد أعمدة الدخان من الموقع، في حين حاولت المضادات الأرضية التابعة للنظام التصدي لها. يشار إلى أن منطقة الفرقلس تنتشر ضمنها قوات حزب الله اللبناني وفصائل أخرى مدعومة من إيران. وقتل عنصران من حزب الله اللبناني جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مركبتين تابعتين له في وسط سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بحضور عدد من القادة العرب، داعيا إلى عقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط. الجلسة الافتتاحية انطلقت بحضور الرئيس الصيني وقادة 4 دول عربية ووزراء خارجية ومسؤولين من الجانبين. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدول العربية لتكون نموذجا للسلام والاستقرار العالميين، وذلك في كلمة تطرقت أيضا إلى الأزمة في غزة. وقال شي جين بينغ في كلمة ألقاها في منتدى التعاون الصيني العربي أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لحل القضايا ذات الصلة بالبؤر الساخنة بما يدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل. في الخبر الأخير، أطلق بركان في شبه جزيرة ريكيانس جنوبي غربي أيسلندا حمما إلى ارتفاع 50 مترا في خامس ثوران منذ ديسمبر الماضي. وحذرت السلطات من خطر تجدد النشاط البركاني بالمنطقة الواقعة جنوبي العاصمة ريكيافيك مباشرة، فيما أظهرت دراسات تراكم المواد المنصهرة تحت الأرض. ويبرز الثوران الهائل للبركان التحديات التي تواجهها أيسلندا البالغ عدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، فيما حذر علماء من احتمال حدوث انفجارات بركانية متكررة في منطقة ريكيانس على مدى عقود أو حتى قرون قادمة. وقد تسبب النشاط البركاني في تعطيل التدفئة في المنطقة وإغلاق الطرق الرئيسية وتدمير العديد من المنازل في بلدة غريندافيك لصيد الأسماك التي عاد إليها عدد قليل من سكانها منذ إخلائها في أواخر عام 2023. وقالت الشرطة أن الدفاع المدني في أيسلندا في حالة تأهب قصوى، وأمرت السلطات بإخلاء غريندافيك مجددا. في نهاية النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. سفارة إريتريا في الأمم المتحدة تحتفل بعيد الاستقلال. الإريتريون يحتفلون بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة. دعوة لتقديم الصيدليات الخدمات العاجلة للمواطنين. قتلى وجرحى بنيران قوات إيرانية في إقليم بلوشستان الباكستاني. مقتل وإصابة 10 مدنيين بغارات إسرائيلية على سوريا. الرئيس الصيني يدعو لعقد مؤتمر سلام دولي بشأن الشرق الأوسط. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.